لكل بنت نفسها شعرها يرجع زي زمان، تعالي أعرفك نوع شعرك عشان تختاري المنتجات الصح بنفسك. أنا عارفة السؤال اللي دايما بيحيرك لما تشتري انتي وأختك أو صاحبتك نفس المنتج ويجيب معاها نتيجة وانتي لأ، والإعلانات طبعا اللي بتظهر لنا المنتجات جايبة نتيجة مع البنات كلها، ولما نيجي نجربها برضو ما تجيبش نتيجة معانا. طيب فين المشكلة وإيه السر؟ في الفيديو ده هعرفك يعني إيه فرط بروتين وفرط ترطيب، ويعني إيه كمان شعر متوازن. هاي يا حلوين، عاملين إيه؟ أنا علياء ودي قناتي سيمبلي علياء. قبل ما نبدأ الفيديو اشتركي في القناة واعملي لايك وشاركي الفيديو مع أصحابك وجيبي حاجة تشربيها عشان تكوني مركزة ومستمتعة وانتي بتتفرجي على الفيديو. ويلا نبدأ. تعالوا نسمي الله وهاتي ورقة وقلم وركزي معايا كويس يا ست الكل. في الفيديو ده أنا جاية أساعدك، مش هرشحلك منتجات غير لما تبقي فاهمة الأول نوع شعرك إيه وتشتري المنتج الصح اللي يعالج المشكلة اللي بتواجهيها. أول حاجة هتكلم عنها النهاردة يعني إيه بروتين في الشعر. البروتين ده يا بنات هو المكون الأساسي في البنية بتاعة الشعراية، وهو المسؤول عن قوتها ومرونتها، وكمان هو المسؤول عن إن الشعراية ما تتكسرش أو تتقصر. تمام، يعني البروتين ده حاجة مهمة وضرورية قوي في شعرنا. طيب ويعني إيه بقى فرط بروتين؟ قبل ما نتكلم عن فرط البروتين هشرح لكم في آخر الفيديو طريقة تعرفوا بيها لو شعركم فيه فرط بروتين أو فرط ترطيب ولا متوازن. بس دلوقتي تعالوا أعرفكم أصلا إيه فرط البروتين. بصوا يا بنات، بالرغم من إن البروتين زي ما قلت مادة طبيعية أساسية في الشعراية، لكن زيادته عن اللزوم بيأذي الشعراية وبيخليها هشة وضعيفة وسهل إنها تتكسر، ودايما هتحسي إن شعرك جاف وهايش ومتشابك أو صعب في التسريح. كمان هتحسي إن شعرك ما فيهوش اللمعة الصحية اللي المفروض تكون في الشعر. كمان بنلاقي إن شعرنا مش قابل أي ترطيب، مهما ترطبي ومهما تعملي حمامات كريم أو زيت بتلاقي برضو راجع ناشف وخشن. ده كله بسبب تراكم البروتين على الشعراية نفسها من بره، فبيمنع امتصاص أي مرطبات. يعني بالبلدي كده البروتين بيغلف الشعراية، فبيخلي أي مرطبات انتي حطاها بيكون صعب جدا إن الشعر يمتصها. إيه بقى هي أسباب فرط البروتين؟ بصوا، أسباب فرط البروتين إنك بتستعملي منتجات فيها بروتين، وطبعا انت مش بتكوني عارفة، انت لقيتي منتج جديد فنزلتي اشتريتيه بدون ما تقري المكونات اللي عليه وبدون ما تكوني فاهمة أصلا شعرك محتاج المكون ده أو لأ. وطبعا هحط لكم هنا كلمات بتدل على إن المنتج ده فيه بروتين ولا لأ. لو طبعا لاحظتي في شعرك اللي أنا لسه قايلاه ده ما تشتريش المنتج ده. خدوها سكرين شوت وهسيبها لكم تحت كمان في صندوق الوصف، ممكن تشوفوها بعد ما تخلصوا الفيديو وبرضو تاخدوها سكرين شوت لو حابين. طيب إيه كمان بيسبب فرط بروتين في الشعر؟ لو بتستخدمي حرارة كتير أو بتصبغي شعرك كتير جدًا، كمان لو بتعملي ماسكات فيها بروتين زي مثلًا ماسك الموز، المايونيز، البيض، زيت جوز الهند، بذور الكتان، الرز أو مَيّة الرز، دي كلها حاجات فيها بروتين، فطبعًا هي بتأذي الشعر. طيب إيه بقى علاج فرط البروتين؟ علاج فرط البروتين، واحد إنِّك توقّفي طبعًا استخدام أي منتجات زي مثلًا شامبو أو بلسم أو حمام كريم أو ماسكات، كل الحاجات اللي فيها بروتين وقّفيها تمامًا. تاني حاجة، استخدمي شامبو فيه سلفيت علشان يساعدِك تتخلّصي من البروتين الزيادة المتراكم على الشعراية، لكن مرّة واحدة في الأسبوع علشان ما تنشّفيش شعرِك أوي أو ترطّبي شعرِك كويس جدًا بعد استخدامه. تالت حاجة، اغسلي شعرِك بمَيّة دافية مش سخنة، خدي بالِك من النقطة دي علشان المَيّة الدافية بتفتح المسام بتاعة الشعراية، فبالتالي برضه بتساعدِك إن أنتِ تتخلّصي من البروتين الزيادة، ولكن المَيّة السخنة برضه بتضر الشعر، فما تستخدموش مَيّة سخنة أوي، الأفضل إن أنتم تستخدموا مَيّة دافية سواء على شعركم أو جسمكم أو حتى بشرتكم. رابع حاجة، قصي الأطراف اللي اتلفت أو اتقصّفت منِّك جدًا. خامس حاجة، استخدمي مرطبات للشعر ما فيهاش بروتين. سادس حاجة، حاولي تبعدي عن الحرارة بس فترة كده لغاية ما شعرِك يتضبّط، وبعد كده ارجعي لها تاني بس علشان ما تزوّديش الجفاف في الشعر نَفْسه. وكمان أهم حاجة إن أنتِ تاخدي بالِك إن أنتِ تستخدمي زيوت خفيفة زي الأرجان، الجوجوبا، زيت الأفوكادو، وكتّري طبعًا من حمامات الزيت والماسكات المرطبة تمام، اللي هي ما فيهاش بروتين. وابعدي طبعًا عن الزيوت التقيلة زي زيت جوز الهند أو زبدة الشيا أو ماسكات زي ما قُلت لكم البيض أو الموز أو الكلام ده.
دلوقتي بقى ندخل على الجزء التاني في الفيديو وهو فرط الترطيب، ويعني إيه شعرِك يكون متوازن. ركّزي عشان في بنات كتير فاكرين إن الترطيب الكتير مفيد، بس الحقيقة إن كل حاجة لو زادت عن حدّها طبعًا بتقلب ضدِّك، وده اللي معظمنا بنشوفه ساعات إن إحنا بنستخدم منتج بنكون مجرّبينه بقى لنا كتير وعاجبنا وشُفنا منّه نتيجة كويسة أوي، وبعد فترة لقينا إن المنتج ده مش نافع معانا أو بينشّف لنا شعرنا أو شعرنا ابتدى إن هو يُقع بدون سبب خالص. ليه؟ لإن إحنا استمرينا على منتج واحد، احتمال المنتج ده يكون فيه بروتين زيادة من غير ترطيب، أو إن المنتج ده يكون فيه ترطيب زيادة من غير بروتين، وزي ما قُلت لكم علشان الشعر يوصل للاتزان فلازم شعرِك يكون فيه الاتنين، الترطيب والبروتين. طيب إيه بقى الحاجات اللي بنلاحظها لو شعرنا فيه فرط ترطيب؟ فرط الترطيب الشعر بيكون ملزق، الشعر بيكون مش متحدد، يعني مثلًا لو شعرِك curly الcurls بتكون مش متحددة، بيكون شكل شعرِك زي اللي هو ميت كده، مش صحّي، متقصّف برضه، مش اللمعة الصحية اللي المفروض تكون في شعرنا كلّنا، فإحنا بنكون برضه في الفترة دي مش راضيين عن شعرنا. طبعًا فرط الترطيب هو عكس تمامًا فرط البروتين، فأنتِ لو في فرط البروتين بتستخدمي حاجات فيها ترطيب كتير، فبالتالي في فرط الترطيب هتستخدمي منتجات فيها بروتين كتير، وزي ما قُلت لكم في أول الفيديو الكلمات اللي لو لقيتيها في أي منتج يبقى المنتج ده فيه بروتين كتير، فيُفضّل إن أنتِ تستخدميها. لو ما لقيتيش الكلمات دي يبقى المنتج ده بيحتوي على الترطيب فقط، فاستخدمي المنتج ده أو اشتريه. عايزاكم كلّكم بعد ما تخلّصوا الفيديو تخشوا تشوفوا المنتجات اللي أنتم بتستخدموها فيها بروتين والّا فيها ترطيب، وتعملوا الاختبار اللي أنا هاقول لكم عليه دلوقتي علشان تعرفوا شعركم أنهي نوع فيه، وكمان أعتقد بعد الفيديو ده أنتم هتعرفوا كده فين المشكلة. طيب تعالوا أقول لكم بقى هو إيه علاج فرط الترطيب. أول حاجة وقّفي الترطيب المُبالغ فيه، ابعدي تمامًا عن كل المنتجات اللي فيها زيوت كتير أو مواد مُرطِّبة تقيلة. تاني حاجة ابدئي دخّلي بروتين خفيف، مش لازم منتجات قوية، ابدئي بمنتج فيه مثلًا كرياتين أو فيه بروتين أو فيه واحدة من الكلمات اللي أنا قُلت لكم عليها في أول الفيديو، دوّروا عليها في المنتجات واستخدموه، ولكن مرّة واحدة في الأسبوع بس علشان برضه ما نصدمش شعرنا مرّة واحدة لأ، أي حاجة في الأول دخّليها تدريجيًا. 3 طبعًا وأهم خطوة إن أنتِ تقيّمي شعرِك بعد الاستخدام الأول، يعني إيه؟ يعني لو بدأتِ تستخدمي المنتجات اللي فيها بروتين مرّة واحدة في الأسبوع ولاحظتِ فرق، حسيتِ إن هي دي النتيجة اللي أنتِ عايزاها، فبالتالي الأحسن إن أنتِ تستمري على الروتين ده. لو حسيتِ إن شعرِك برضه لسه زي ما هو، حاولي إن أنتِ تعملي مرتين أو 3 مرات في الأسبوع ماسكات فيها بروتين علشان تغذّي شعرِك أكتر وتعوّضيه البروتين اللي هو فقده. رابع حاجة ابعدي تمامًا عن الزيوت التقيلة، استخدمي حاجات خفيفة زي الأرجان والجوجوبا وبذور العنب، الزيوت دي حلوة أوي للشعر مش هتلزّق الشعر. طيب دلوقتي جينا للجزء اللي أنا باحبه، الشعر المتوازن، يعني إيه شعر متوازن؟ شعرِك لو متوازن هتحسّي إنه مش جاف ومش دهني، هتحسّي إنه سهل في التسريح ومش بيتشابك. هتحسي إن هو في لمعة طبيعية جميلة، وبعد ما بتخلّصي الشاور كده وتنشّفي شعرِك، شعرِك بيبقى بيلمع وhealthy وأنتِ هتلاحظي الفرق، هتحسي إن ملمسه ناعم وماسك نَفْسه كده، حتى لو بتعملي styling أو curls هتحسي إن الcurls متحددة ومضبوطة جدًا، كمان هتحسي إن شعرِك لمّا بتيجي ترطّبيه بيستقبل المرطبات وبيترطّب على طول معاكِ، كل الحاجات دي هتلاحظوها لو أنتم شعركم متوازن. فأنتم كده مش محتاجين تعملوا حاجة، امشوا على نفس الروتين اللي أنتم ماشيين عليه، أنتم كده ماشيين صح. ودلوقتي جينا للاختبار اللي أنتم هتعرفوا فيه إن شعركم فيه فرط بروتين والّا فرط ترطيب والّا شعركم متوازن. أول حاجة هتجيبوا شعراية عادي خالص من الفرشة اتقطعت منكم أو وأنتم بتسرّحوا مثلًا وقعت منكم، هتكون شعرة طبعًا نضيفة وناشفة، هتمسكوا الشعراية من الناحيتين وجرّبوا إن أنتم تشدّوها شوية وتقطعوها. أول حاجة الشعراية لو اتقطعت بسهولة أنتم كده بتعانوا من زيادة بروتين أو فرط بروتين. الشعراية لو أنتم بتشدوها اتمطِّت بعديها اتقطعت، يعني اتمطِّت شوية بعد كده اتقطعت على طول، أنتم كده بتعانوا من نقص البروتين أو فرط الترطيب.
لو الشعراية وأنتم بتشدوها لقيتوها قوية وما اتقطعتش بسهولة، شعركم متوازن في البروتين وفي الترطيب، وأنتم كده الروتين بتاعكم مِيَّة، مِيَّة ومش محتاجين أي حاجة. فهو ده كان فيديو النهارده، أتمنى وأنتِ في السوبر ماركت بتشتري المنتج المضبوط تدعي لي. في الفيديو اللي جاي إن شاء الله هاقول لكم إيه هي المنتجات اللي أنا جربتها لمّا كنت باعاني من فرط البروتين وجابت معايا نتيجة حلوة، وهارشّح لكم شوية منتجات بجد تحفة. استنوا الفيديو الجاي، ما تنسوش تعملوا اشتراك وكمان فعّلوا زر الجرس، تشاركوا الفيديو مع أصحابكم وتعملوا like and thank you for watching وbye.